السلام عليكم، اهلا بيكم. معاكم دكتور احمد الريس، اخصائي العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه والرياضيه. وفي فيديو النهارده انا هقول لك انت ليه مش عارف تخس بالظبط. يلا بينا على الفيديو. هدخل معاك في الموضوع على طول عشان ما اخركش، بس قبل ما اخش اعمل سبسكرايب، اعمل اشتراك في القناه عشان انت ما بتعملش. ويلا بينا نخش على اول سبب، وهو ان حضرتك ما تعرفش سعراتك الحراريه اللي انت محتاجها في اليوم، او مش مهتم اصلا بحوار السعرات الحراريه دوت والاكل وكلام من ده. ما عندكش لسه الوعي بان الاكل ده سعرات حراريه. بص، انا اتكلمت قبل كده في فيديوهات عن ازاي تحسب سعراتك الحراريه وايه هي اصلا السعرات الحراريه، فانا مش هعيد وازيد في الكلام ده تاني. بس المهم انك تبقى عارف ان احنا زي ما بنقول مثلا ان الميه بنقيسها باللتر، اقول لك مثلا اشرب لي 2 لتر ميه، فكذلك الاكل ممكن اقول لك كل لي 1000 سعر حراري، 2000 سعر حراري، فهي وحده قياس. فانت لكل واحد ليه عدد سعرات حراريه لازم يدخلها في يومه. لو خد اقل منها هيخس، لو كانت اعلى من اللي هو محتاجه هيزيد. فانت اكيد بتاكل اكتر من احتياجك. فعشان تعرف انت محتاج قد ايه بالظبط، انا سبت لك لينك كده هتلاقيه في الوصف بتاع الفيديو، بتحسب منه سعراتك الحراريه اللي انت محتاجها بالظبط. بتدخله شويه معلومات، طولك ووزنك ومعدل نشاطك وحاجات كده، هيحسب لك بالظبط الرقم اللي انت محتاجه. هنعتبر مثلا ان هو طلع لك 1000 سعر حراري، فانت كده محتاج في اليوم انك تاكل 1000 سعر حراري. هتشيل منهم 500، يبقى 500 سعر حراري بس اللي هتاكلهم في اليوم. طبعا ده رقم يعني نسبي، ما فيش حد بياكل 500 بس في اليوم، بس اعتبر كده يعني ان انت هتشيل من الرقم اللي هيطلع لك دوت 500، وهيطلع لك الرقم اللي انت المفروض تاكله في اليوم عشان تخس. طب اعرف منين بقى ال 500 دولت موجودين في الاكل ازاي، او اعرف منين الاكل ده فيه قد ايه من السعرات الحراريه؟ بكل سهوله، اي اكل انت هتجيبه، علبه البتاع اللي انت شايفها دي كده، بتبص في ظهرها هتلاقي مكتوب اهوت عدد السعرات الحراريه. مثلا على سبيل المثال الشوكولاته دي، مثلا لو لفيت كده في ظهرها هتلاقي ان مكتوب مثلا عدد السعرات كذا. فهو دوت اللي بيبقى السعرات اللي موجوده في الاكل. فانا لو محتاج مثلا 500 بس في اليوم، هجمع بقى الحاجات دي، مثلا كلت حته شوكولاتايه، كلت حته كذا كذا كذا، بحيث ان أنا اجمع ال 500. طبعا ما تاكلش الاكل كله، اكلات بقى شوكولاته وبسكوت وكلام من ده عشان تفيد جسمك باي حاجه. طب هتقولي الرز والمكرونه والخضار بتاعنا هحسبه ازاي؟ جوجل ما سابش اي حاجه. اكتب على جوجل كام سعر حراري في ال 100 جرام رز مثلا، كام سعر حراري في المكرونه، كل الكلام ده هتلاقيه بالظبط بالسعرات الحراريه اللي انت محتاجها، وتقدر تحسب بالظبط انت اكلت قد ايه في اليوم. والمهم ان هو يبقى اقل من احتياجك. تاني خطأ معانا او تاني سبب معانا مش بيخليك انك تخس، الجوع. لازم تبقى عارف ان الجوع دوت هو العدو بتاعك. انا لما ببقى اكون جعان ما بقدرش ان انا اقاوم الجوع، باكل على طول. بشوف قدامي فين التلاجة وبفتح وبخش فيها. الجوع شهوة، او حاجة كده نفسك بتشدك عليها. هرمونات جسمك لو عايز تفهمها بمنظور علمي، في هرمونات بتتفرز لجسمك، جسمك هو اللي بيخليك تحس بالجوع ده، عشان انت معوده على كده، معوده انك بتاكل الكميات دي. فلما بيلاقيش الكميات دي بيفرز الهرمونات دي. طب انا ابقى واعي بقى، انا ابقى عارف ان جسمي هيفرز لي هرمونات تخليني احس بالجوع، فما التفتش للكلام ده ولا يلزمني. خلاص حسيت بالجوع، اعمل كنترول على نفسي، تحكم على نفسي ان انا مش هاكل. واطمن، الكلام ده يحصل اول يومين او اول 3 ايام، هتبدا انك تحس بجوع، هتحس انك جعان، انا لازم اكل. لو قعدت اول يوم ما اكلتش، تاني يوم ما اكلتش، تالت يوم ما اكلتش، خلاص جسمك هيعمل كنترول وما عادش هيفرز لك الهرمونات دي. هيقول خلاص الشخص ده مهما فرزت له هرمونات هو مش هياكل، فيبدا ان هو يحرق بقى من الدهون المتراكمه عنده، ومش هيحسسك بالجوع، او على الاقل مش هيحسسك بالجوع زي اول يوم. على سبيل المثال في ايام رمضان الكريمه كده، لما بنبقى اول يومين ميتين من الجوع وانا صايم وجعان وامتى المغرب هيأذن، لكن تيجي تبص العاشر يوم كده، ولا يعني في نص الشهر، ما تلاقيش ان بقى في دماغك حاجه. خلاص انا اتعودت. ده انت ممكن كمان يبقى شهيتك بقت صغيره جدا، ما تاكلش زي ما كنا في الايام العاديه. فكذلك الجسم بيتعود. تالت سبب معانا اللي بيخليك ما انتش عارف تخس، وهو الميزان. شفت لما قلت لك في المثال الاولاني ان الجوع هو عدوك، الميزان هو عدوك. ايه الميزان ده يا دكتور؟ النتيجة اللي انت عمال كل شوية تطلع على الميزان تشوف وزنك بقى كام. ده انا جوعت النهاردة جدا جدا، لازم هتلاقيني خاسس كيلو ولا نص كيلو، تطلع على الميزان تلاقيك زايد اصلا، او تلاقيه وزنك زي ما هو، فتحبط. فتقول يلا بقى مش مهم، انا هاكل، انا هعمل، انا مش عارف ايه. النتيجة السريعة مش موجودة. أنا دايما مع الناس اللي بتابع معاهم بقول لهم الميزان ده عدوك. احنا ما بنوزنش غير مرة واحدة في الأسبوع، كل خميس. يعني أسبوع كامل أنا ما بشوفش الميزان. ويفضل إن ما يبقاش عندك ميزان في البيت أصلا، بنروح نوزنه في الصيدلية. ولو عندك بقول له حطه فوق الدولاب، حطه في أي حتة، اوعى توزن نفسك.
ليه؟ لان الميزان هيديك حاجات غلط. ممكن عادي جدا اشوف وزني دلوقتي الاقيه 80 كيلو، بكره الصبح الاقيني بقيت 81 كيلو. طب ايه اللي حصل يا دكتور؟ انا زدت الكيلو ده في ايه؟ انا ايه اللي حصل؟ ده انا ملتزم، ده انا مش عارف ايه. عادي، الجسم لو توتر شويه، لو حسيت بستريس، لو حسيت بضغط، ممكن تحبس ميه. حبسه الميه ديت وزن، لكن هي ميه ممكن تنزل عادي. فما تركزش خالص على وزنك، مش كل شويه نطلع على وزننا، انا زدت 100 جرام، نقصت 200 جرام. التوتر ده في حد ذاته اصلا هيخليك ما توصلش لهدفك. فانسى الميزان تماما، انسى النتيجه تماما، ولا كانها موجوده. ورابع خطأ معانا وهو انك ما بتعملش مجهود. ان انا ممكن ما اكونش باكل، ممكن اكون فعلا طول اليوم ما باكلش غير حاجات بسيطه جدا، لو جيت حسبتها بالسعرات الحراريه هلاقيها اقل من احتياجي. بس انا ما ببذلش مجهود، قاعد طول اليوم في البيت، سكرول على الموبايل، بتفرج على التلفزيون. الانشطه بتاعتي ضعيفه، ما عنديش اي نشاط خارجي، ما بعملش اي حاجه. لا، لازم انك تتحرك، لازم انك تتمشى شويه، حتى لو 10 دقائق في اليوم او ربع ساعه في اليوم. خد بالك من النقطة دي كويس جدا جدا. لو انت ما كنتش شخص رياضي، ما ينفعش تنزل تبقى شخص رياضي 100% تاني يوم. يعني ما اسمعش مني الكلمتين دول تلاقيك نازل بقى تمشي لي 10 كيلو، 5 كيلو، 3 كيلو. هتتعب، هيحصل لك مشاكل في ركبتك، هتقعد في البيت تروح لدكتور وتدعي عليا، تقعد تقول هو اللي قال لي وهو اللي لا. اهم حاجه التدريج. سواء انت كنت عايز تخس، فالنهارده انا ممكن انزل اتمشى 10 دقائق، بكره اخليهم 12 دقيقه، بعده ربع ساعه، بحيث انك اخر الشهر بقيت شخص رياضي خلاص، بقيت تقدر تنزل تتمشى ساعه مفيش اي مشكله. لكن مش من اول يوم تنزل تتمشى ساعه. فلازم ان احنا نعمل مجهود في يومنا عشان نشجع جسمنا ان هو يحرق. دايما برضو مع الناس اللي بتابع معاهم بقول لهم ان احنا لازم نعمل حاجه تشجع جسمنا على الحرق، سواء تروح جيم، سواء تعمل تمارين في البيت، سواء انك تنزل تتمشى. فاي حاجه مناسبه ليك لشغلك او لطبيعه يومك تعملها، تزود بيها نشاطك وحركتك في اليوم عشان تحفز نفسك انك تخس. صدقني الاربع حاجات اللي انا قلتهم دول لو التزمت بيهم وخدتهم على محمل الجد، انت هتخس. وهتخش تكتب لي في الكومنتات انا خسيت يا دكتور والحمد لله وصلت لهدفي. اخيرا لو استفدت من الفيديو ما تنساش انك تعمل سبسكرايب للقناه. ويلا بقى ابعت لي سبسكرايب كده علشان القناه تكبر بينا كده، وابعت لي كومنتات، عايز اشوف كومنتاتكم كده يعني. صحصحوا الدنيا شويه، انا عارف ان هي هاديه الايام دي. بس ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.